مساء النور عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى مع وصفة جديدة من الوصفات الرمضانية. اليوم نوجد معكم طاجين ديال الكفتة بالروز كيجي كيحمى على بركة الله. غادي نشبرو هنايا شتيتو ديال الربيع، الأصبر ومعدنوس. كنستعملو بجوج بهم كينسمو أحسن. غادي نقطعهم هيدا رقائق بحال اللي كتشوفوا بالمصاولة. بغيتو تستعملو الهشوار كتستعملو الهشوار. ومن بعد غادي نشبر واحد جوج بصلات متوسطين وغادي نشلضهم هيدا رقائق مزيان باش كيطيبوا لي دغيا، يعني ما كنعملهمش غلاطين حيت هما الاولانيين اللي غادي نعمل في الطاجين ديالي. غادي نشبر واحد الطاجين سلاوي. الطاجين هذا نعمل فيه جوج مغرفات ديال زيت الزيتون، وغادي نستف فيه ديك البصله اللي قطعتها بيلاتي. غادي نعملها في الطاجين هيدا كامله. ومن بعد غادي نشبر النص ديال الكميه ديال داك الربيع، الاصبر والمعدنوس اللي قطعتهم، وغادي نرشهم من فوقي. وغادي نشبر 3 ديال دريسات ديال الثوم ستيتوين، غادي نقيهم ونغسلهم وغادي نطقطقهم في الطاجين ديالي كامل. الثوم كيبقى اختياري ولكن كيعطي واحد اللذه مزيونه. غنشبر هنايا يعني 250 غرام ديال الكفته. غادي نعمل نصف ملعقه ديال اليبزار، نصف ملعقه ديال السكينجبير، نصف ملعقه ديال الخرقوم، الملح شويش على حساب القياس اللي كتاكلوا نتوما، كل واحد على حساب القياس ديالو. وعملت كذلك نصف ملعقه ديال الاعشاب المنسمه ديال الازير والزعتر، والنصف الكميه اللي كانت عندي ديال داك الربيع. وكنخلط كل شيء مع بعضيته مزيان حتى كيتجانس لي العناصر مع بعضيتها كامله. ديك ثانيتي كنخليها على جنب. في هذه الاثناء كنكون شبرت واحد كاس ديال الروز. كنطيبو نص طياب، كنسلقو غير نص طياب وكنستقطرو من الماء وكنخلطو مع الروز. علاش ما كنطيبوش كامل؟ لان لا طيبها كامل غيتعجن وغيتحرحر وغادي يعملنا تما بحال بيصاع. هنايا كنطيبو نص الطياب، يعني كيغلى جوج الغاليات كنزولو. كنعملو مع الكفته ديالي وكنجمعها مزيان كامله حتى كيدخل فيها داك الروز مع التوابل اللي كانت عندي قبل. ديك الساعه كنشبر كنبقى نعمل كويرات هيدا بحال اللي كتشوفوا، كويرات كبارين، لان اصلا ملي كيزيدوا يطيبوا كيطيب داك الروز كيتفتحوا وكيرجع المنظر ديالهم كيشهي. هنايا غادي نكمل الكميه ديالي كامله. غادي نشبر واحد الزلافه نعمل فيها شتيتو زيت الزيتون، وغادي نعمل كذلك نصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير، نصف ملعقه صغيره ديال اليبزار، نصف ملعقه صغيره ديال السحطه وازير الاعشاب المنسمه، ونصف ملعقه ديال اليبزار والملح. وغادي نضيف عليهم كاس الشاي بالماء ونصف، وكنكبهم هنايا في الطاجين على حسب الطاجين والكميه اللي كتستعملوا. بالنسبه للمرق يعني ما كتعملوش بزاف لان البصل في هذا الوقت هذا كيطلع الماء، وكذلك اش كيقولوا لا غير باش يشرب داك الروز اللي باقي. كنعملهم فوق النار مهيله وكنغطيهم ونخليهم. من بعد هانتوما كتشوفوا كيفاش كتغلى لا الشكل ولا المذاق، كيجي كيشاهي كيحمى. كنتمنى تعجبكم الوصفه ونكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى الدعم ديالكم، ما تبخلوش علينا بديك القليب ملي تشوفوا الفيديو. وكذلك عملوا لنا اكسبلور. وشكرا لكم.